العالم. شوفوا هسه عينا هذا وضع الفلوجه وضيم الفلوجه، هسه بنت الفلوجه بنت المدينه سوى اكل الجوله، ما تقدر هذا الوضع، هذا وضعنا احنا. يعني تطبقوا له انتم على مثل، يعني قال يقولون واحد مات من الجوع، لا احنا متى من الجوع، متى من الجوع وكتبنا الضيم والضلايم. الدول العربيه السعوديه وبالامارات وامريكا وكل الدول ذيك الاخرى بدها تفكر بينا وتفكر باهل الفلوجه، يعني الفلوجه تبدونها على الكل، الفلوجه اللي تتبدى على الكل، لان الفلوجه محاصره من 4 محاور، لا اكل يطب لها، لا شرب يطب لها، لا ادويه يطب لها، ناس دا تموت. انا دا اشوف بعيني، دا اروح للمستشفى، دا اشوف بعيني الضيم اللي عايشته الناس. يعني الان انطفح الكيل ما عاد تقدر بطل الحليب اللي ما كان مهتم بطل الحليب ب 4000 دينار وما احنا لاقي. اكلنا عشانه كليته شنو باقله باقله، اطفال دا يصير بيها امراض ودا تموت بسبب الباقله، يعني وما احنا لاقينا وهم نقدر نقول الحمد لله والشكر. كيلو التمر صار ب 13000، تمر كليته دود وما ينكل، علف مال حيوانات. يا